7 أشياء كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم. أولا، الوضوء قبل النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. صحيح البخاري. ثانيا، نفض الفراش. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخله إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. صحيح مسلم. ثالثا، النوم على الشق الأيمن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع على الشق الأيمن كما في الحديث السابق ذكره. رابعا، الدعاء بهذه الكلمات. كان النبي صلوات الله عليه يقول قبل نومه: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ويقول عليه الصلاة والسلام: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. صحيح البخاري. وكان يقول أيضا قبل نومه: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. صحيح الترمذي. خامسا، قراءة هذه الصور. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قبل نومه سورة الإخلاص والمعوذتين، وهما الفلق والناس. فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما قبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. صحيح البخاري. وكان يقرأ أيضا آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فقال عليه الصلاة والسلام فيهما: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفاتاه. صحيح البخاري. سادسا، التكبير والتسبيح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذتما مضجعكما فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33، فإن ذلك خير لكما من خادم. صحيح الجامع. سابعا، الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعارى من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. صحيح البخاري.